السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أصابع الجلاش المحشية بالكنافة بطريقة احترافية بطعم ينافس الجاهز. هنتكلم كده على كل أسرارها النهاردة اللي هتخليها كده معاكي. حتى لو أول مرة تعمليها هتظبط معاكي جدا. هنتكلم كده عن التسوية المظبوطة، وهنتكلم كمان عن الإضافات اللي ممكن نضيفها للكنافة، وهنتكلم كمان عن الشربات المظبوط. وتعالوا كده مع بعض ندخل على الفيديو بتاعنا، بس ما ننساش لايك للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة لكل حبايبنا. انا في الاول هعمل الشربات او السيرم. في حلة معايا نزلت بكوبايتين من السكر، نزلت عليهم بكوباية وربع من المية، وهنزل كمان اضافة وهي عصير نص ليمونة، يعني معلقة كبيرة من عصير الليمون، ودي هتكون كافية جدا على الشربات بتاعنا. وهانزل كمان بباكت من الفانيليا. الفانيليا بتدي ريحة جميلة جدًا للشربات أو السيرم. وفي الوقت ده كده هانزل بمعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز موجود في أماكن كتير زي مستلزمات الحلواني، وزي كمان السوبر ماركت وعند العطار. هناخد منه بس معلقة كبيرة، وتقدري إن أنتِ تستغني عن الإضافة دي لو مش موجودة عندِك. عسل الجلوكوز بيدّي تُقل للشربات من أقل كمية نار، وبيدّي كمان معانا اعتدال كده في نسبة السكر. هارفعه على النار بدون تقليب لحد كده الغليان، وبعد ما يغلي كده هاسيبه 4 دقايق، وبعد كده هاطفي عنه، ولو ما ضفناش عسل الجلوكوز هنسيبه 7 دقايق. وفي الوقت ده كده أنا معايا ربع كيلو من الكنافة، يعني حوالي 250 جرام. الكنافة بتاعتي أنا ما حطيتهاش في التلاجة ولا عملتها كده بمقص، أنا مجرد بس ما حطيتها كده معايا على صينية على الرخامة لمدة ساعة. نشفت معايا، بدأت إن أنا أفرُكها، اتفرَكت معايا بكل سهولة. في الوقت ده كده حطيتها معايا كده في صينية أو في طاسة، وحطيت لها كده معلقة من السمنة، وبدأت كده إن أنا أحمّرها. أنا مش باحمّرها تحمير كامل، أنا مجرد بس ما باحمّرها تبقى تاخد اللون الأشقر الخفيف. وممكن نعملها كمان على البوتاجاز أو حتى في الفرن تحت الشواية مع التقليب المستمر. أنا في الوقت ده أنا باعملها كده على نار هادية، علشان طبعًا الكنافة ما تتحرقش معايا. ومع الاستمرار في التقليب علشان تاخد لون موحّد، أنا عايزاها تبقى اللون الأشقر الخفيف. ومع الاستمرار في التقليب كده أخدت معايا اللون، أنا عايزاها تاخد اللون ده. وده اللون اللي أنا عايزاه. في الوقت ده كده هاطفي عنها، وطبعًا مش هاسيبها معايا كده في الصينية علشان طبعًا ممكن تاخد لون زيادة من درجة حرارة الصينية أو الطاسة اللي حضرتِك ممكن تحمّري فيها. في الوقت ده كده هاحطها في بولة، وفي الوقت ده كده مش هانزل عليها بأي إضافات غير لمّا تبرد تمامًا. وبعد ما تبرد نزلت عليها ب2 معلقة كبيرة من جوز الهند، نزلت عليها كمان بمعلقة ونُص من السكر البودر. وبدأت كده إن أنا أقلّب الكنافة مع جوز الهند والسكر البودر. وطبعًا ممكن نضيف كمان أي مكسرات مطحونة ناعم، ممكن نضيفها في الوقت ده. وفي الوقت ده كده أنا معايا نُص كيلو من الجلاش، وحطيته كده معايا في فوطة علشان طبعًا ما ينشفش. وفي الوقت ده معايا كوباية إلا ربع من السمنة، والسمنة نختارها تكون نوعية كويسة علشان طبعًا تدينا نتيجة كويسة في الجلاش بتاعنا. في الوقت ده كده معايا صاج 40 في 30 اديته مسحة حلوة من السمنة، وركنته كده معايا على جنب. في الوقت ده كده أخدت أول ورقة كده من ورقات الجلاش، وبدأت كده إن أنا أديها مسحة حلوة كده من السمنة. مش شرط كمية السمنة تكون كبيرة، قد ما شرط إن يكون السمنة متوزعة على الورقة كلها، زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. وفي الوقت ده كده بدأت لي كده إن أنا أتني الورقة، وهابدأ إن أنا أحط الحشوة بتاعتي. وطبعًا ممكن نستبدل الحشوة دي بحشوة الكريمة الكدابة أو حتى المكسرات. أنا النهارده هاحشيه كده بالكنافة. عملته كده بالكنافة وبدأت كده إن أنا ألِف الرول، بالِفّه كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا، مش بياخد معايا أي وقت خالص. وده أول رول كده أنا عملته، كان معايا بالشكل ده. هاخده كده معايا وأجنبه على جنب. وفي الوقت ده كده أخدت ورقة كمان وبدأت كده إن أنا أدّيها مسحة حلوة من السمنة، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا. وطبعًا ورق الجلاش معايا في فوطة، باطلّع ورقة، ورقة باقفل عليه تاني علشان ما ينشفش منّي. وفي الوقت ده كده هابدأ إن أنا أتني الورقة. وطبعًا كل ما كانت التانية أكبر، كل ما كانت بتلفي كده معاكِ رولات الجلاش بسهولة وبسرعة أكبر. في الوقت ده كده بدأت كده إن أنا أحط الحشوة بتاعتي، وألِف كده معايا الرول لحد كده ما أخلّصه. وده تاني رول عملته معاكم، يعني طريقة سهلة جدًا وما فيش أسهل منها.
نبدأ إن إحنا نلفّه، وبنلف كده كام صباع، وبنبدأ كده إن إحنا نقطّعهم كده على البلانشة، وممكن كمان تقطّعيهم في الصينية زي ما تحبّي. الأول كده بنقطّع الأطراف بتاعة صوابع الجلاش، علشان دي أول حاجة بتتحرق أثناء التسوية. ممكن نعملهم كده في صينية صغيّرة لوحديهم، أو حتى نشيلهم كده ممكن ننشّفهم ونعملهم كده في أم علي. في الوقت ده كده نبدأ إن إحنا نقطّع الأصابع بتاعتنا، ونبدأ إن إحنا نشيلها بالشكل ده، ونبدأ إن إحنا نحطها في الصينية. وطبعًا مش بتاخد معانا أي وقت خالص، حوالي 10 دقايق بنكون عاملين النُص كيلو كُلّه. كان معايا بالشكل ده. في الوقت ده كده أخدت باقي كمية السمنة، وبدأت كده إن أنا أوزّعها على الجلاش من فوق، علشان طبعًا يدّيني التسوية المضبوطة. كمية السمنة اللي أنا استهلكتها في الوصفة كلّها هي كوباية إلا ربع بمَج الشاي العادي. نبدأ كده إن إحنا نوزّع السمنة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا. وفي الوقت ده كده هاكون أنا مسخّنة الفرن كويس جدًا. الجلاش بيخش على فرن حامي، يعني بيدخل كده على فرن حامي، وبنهدّي درجة الحرارة على الآخر، يعني حوالي كده 170 أو 180 في الرف الأوسط في الفرن، مع تحريك الصاج علشان طبعًا ياخد التسوية المضبوطة. أول كده ما القاعدة تاخد اللون الأصفر، باشغّل الشواية على الهادي مع التحريك المستمر للصاج علشان ياخد التسوية المضبوطة. وأول كده ما بيخرج بندّي له الشربات التقيل البارد اللي حضّرناه مع بعض في أول الفيديو. بندّي له كده الشربات، وهو بنسيبه كمان شوية كده يبرد علشان طبعًا يشرب الشربات بتاعه. وفي الوقت ده كده أنا استهلكت كده حوالي 250 جرام من الكنافة. تقدري لو أنتِ عايزة الحشوة أكبر من كده، تقدري إن أنتِ تزوّدي في كمية الكنافة، بس الحشوة دي كانت مضبوطة جدًا بالنسبة لصباع الكنافة. في الوقت ده كده هو لسه برضه معايا دافي، بدأت كده إن أنا أورّيكم كده تسوية القاعدة في جميع أجزاء الصينية. ما شاء الله تسوية مضبوطة، وده علشان طبعًا إن إحنا بنحرّك الصاج كل شوية. وده شكل كده أصابع الجلاش معايا. اللهم بارك. التسوية على الهادي بتخلّي كده الجلاش معانا يورّق، وكمان يخلّيه كده مقرمش لحد آخر حبّة، حتى لو قعد أكتر من يوم. وده شكل كده القاعدة معايا. طب تعالوا كده مع بعض نشوفه كده من جوّه. ما شاء الله، اللهم بارك، مورّق جدًا، آخد لون الكنافة كده، يعني الكنافة ما أخدتش لون زيادة من درجة الحرارة. لأ ما شاء الله جميلة جدًا. أتمنى إن يكون وصفة النهارده عجبتكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة، وتسيبوا لي رأيكم في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.